السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معكم عكرون السعيد من مدينة مراكش، كتيبية مراكش أسفي الحوز، تحت لواء الاتحاد العام المهني للنقل البضائع لحساب الغير. وتنشكركم انتم اللي تقوموا بهذه المهمة القناة ديالكم، وتنشكروا جميع المهني والمهنيين. واليوم راه 27/2/2025. باش نعلم الوزاره ديال التجهيز والنقل واللوجستيك او الوزارات الاخرى التابعين للنقل انه كنا درنا واحد الوقفه ديال الاضراب نهار 4/11/2024، وكانت قولتنا الوزاره باش تفعل بالقانون النقل يخرج في الاول ديال السنه في 2025. وهاد الوزاره ديال النقل واللوجستيك ما تفعلاتش بالقانون وبالقول اللي قولات المهنه والمهنيين ديال النقل البضائع لحساب الغير. قولتنا بتخرج الدفتر ديال بيان الشحن مع التعرفه المرجعيه والتكلفه وتطبيق الحموله الزائده من المنبع. كما تتعرفوا الحموله الزائده هي سبب المشاكل في الطرقات وعدات ديال الضحايات الوفيات اللي تيوقعوا سببهم هو الحموله الزائده. انه هاد الشاحنات من 3 طن ونص ل 19 طن حتى 40 طن عندها الورقه الرماديه محدد لها المصنع ديال اللي صنعها ما تفوتش 40 طن ترى طوناج. واليوم راه باقي تنشوفوا التهميش وتنشوفوا التبلديج في هذا النقل اللي هو الشاحنه ديال 40 طن اللي عندها في الورقه الرماديه اللي هي الكارت غريز جايبها 70 طن طرا وطوناج، وما محقش هاد الشاحنه تجيب. وتيدوز من قدام السلطات ديال الدوريه ديال وزاره التجهيز والنقل واللوجستيك، تيدوز من قدام الدوريه ديال النقل ديال الامن الوطني، وتيدوز من قدام الدوريه ديال الدرج الملكي، ولا حياه من تنادي ولا نهي ولا منتهي. هذه من جهه. وكانوا قولنا بالتسقيف ديال المازوت حاليا باقي داير 12 درهم، ما خصناش يبقى ب 12 درهم كمهنيين وكمواطنين، وحنا تندويو باسم المهنه وباسم المواطنه. المازوت خصو يتسقف بواحد 7 ديال الدراهم، هذا هو الثمن ديال التسقيف والثمن المحدد ديالو. هذه من جهه. والجهه الثالثه هو التسويه ديال السائق المهني. انه السائق المهني بداو تيغادروا ارض الوطن بهذه الخدمه اللي كاينه، السوفات اللي في الطرقات عليهم ولاو تيخويو. هو قال لك بغى يمشي يرمي راسو في البحر وما يبقاش خدام شيفور في هذه البلاد. هذه من جهه. وتنطلب بالتخفيض ديال التعبئه ديال طريق السيار، انه الزياده من نهار على نهار وطريق السيار تتزاد. حنا راه مهنيين خص يدار لها واحد الثمن اللي هو محدود بالنسبه للمهنه. وتحيه لكم جميعا. اشنو هما الاجراءات اللي غادي تكون من هنا للقدام؟ يعني ما تستجبوش والو، شنو غادي ديروا نتوما؟ ما كاين. حنا غنعاودوا نوقفوا ان شاء الله شي وقفه ديال الاضراب ان شاء الله نوقفوا الا ما تطبقش وما خرج القانون ديال النقل وما تفعلش معنا الوزاره به. ان شاء الله غادي نعاودوا نعلموا على واحد الاضراب وطني. انه صافي النقل راه واقف. انتم تشوفوا انتم الشاحنات ما كاين خدمه لا ردمه. واش بغا يخدم اجل المحروقات؟ هذاك الشيء اللي كنمشي شد مول الشاحنه ولا تيديه مول المحروقات. اذا حنا اش بغا يبقى لنا ثاني الواجهه الاخرانيه اللي تبقى لنا هو الاضراب وطني هذه المره ان شاء الله الرحمن الرحيم. واش بالنسبه لهذا الشيء المازوت والليسانس اللي غاليين، واش منكم يقدر يخرج عاوتاني شي عبد اله اخر بحال ديال مول الحوت؟ غادي يخرج ان شاء الله. انا خارج، انا في مراكش، انا عكرون السعيد، انا بحال عبد اله مول الحوت. تنبغي ندوي على حقي وبغي ندوي على المهنه، حيت انا مسؤول على النقل ديال جهه مراكش اسفي الحوز. انا بحال مول الحوت، كما دوا مول الحوت على الشعب ودوا على الغلاء ديال السمك، انا غندوي انا على المحروقات. ما خصش المحروقات يبقى هكا. واش نخدموا على قبل هذا اللوبي، على قبل هذه الحكومه الفاشله؟ هذه حكومه فاشله
هاد الحكومه جايه بتخوي الجياب ديال الشعب المغربي، جايه بتفقرنا. اذا حنا النقاله البضائع الحساب الغير راه واقفين وراه تيتخبطوا. ودابا المشكل هو الوزاره ديال التجهيز والنقل والجوستيك ما بتخرج لنا القانون الارض الواقع. بغاونا نبقاو في هذه العشوائيه، وحنا ضد العشوائيه. حنا راه ولاد القانون وتنحبوا القانون وكابرين في القانون وولاد الوطن وولاد الشعب. حنا تنطالبوا بالقانون ديال النقل، خصو يخرج الارض الواقع.